كل حاجة حواليك ممكن تكون وحشة لو انت قررت ما تشوفش غير الوحش فيها. طيب لو قررت تشوف الحلو هتعمل زي كده. من وسط الزحمة والشوارع الضيقة والحارات والبيوت القديمة بمشي وعيني مش شايفة غير جمال التفاصيل، وشوش الناس الطيبة والحكايات والابتسامات والضحكة الحلوة، حكايات الأماكن القديمة قوي اللي بترجعني لمئات السنين. ولما بيكون حد أول مرة يجي مصر ببقى مش عارف أبدأ له منين ولا منين. أقول له يلا بينا ننزل نتمشى في الشوارع، هوريك مصر اللي بجد. ممكن نروح ناكل على عربية فول، ونروح حفلة نتفرج فيها على فولكلور مصري يرجعنا لزمن المماليك، ندخل بيوت قديمة زي قصر شهريار وشهرزاد اللي كانوا بيحكوها لنا في الحكايات، ونشوف جوامع اتبنت عشان تخلد اسم صاحبها، وكنايس ملهاش مثيل في الدنيا غير على الأرض دي بس. هندخل من أبواب هتحسها باب ألعب فيلم خيالي، بس هنا كله حقيقي قدامك. ونشوف أسوار مدينة اتعمرت من 1000 سنة ولسه لغاية النهاردة واقفة تشهد على كل اللي بيعدي منها. لو أول مرة تيجي مصر كلمني هتلاقيني بقولك أهلا بيك. ويلا بينا نلف ونرجع كام سنة لورا. ما تخليش رحلتك بس في الأكل والشرب والشوبينج وتنسى إنك في أرض التاريخ القديمة قوي.